ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في الفيديو النهارده هعمل معاكم بانيه الشركات اللي بيكون جاهز متبل وعلى القلي على طول. هنعمله بوصفه سهله جدا وبسيطه، منجز وموفر وكمان طعمه زي بتاع بره، والاهم ان احنا ضامنين كل المكونات. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني انا فاتن عوض، يلا بينا نعمل مع بعض بانيه الشركات بشويه مقادير سهله جدا وبسيطه. اول حاجه عندي خلطه التغليف، ده خلطه الكريسبي موجوده عند العطار وبيكون ده شكلها، بتكون خشنه بالشكل ده. طبعا تقدروا تستبدلوها بالبقسماط لو مش متوفره عندكم. الخلطه بتكون خشنه شويه، فانا في الاول هضربها في الكبه، هكسرها نص تكسيره، مش هطحنها ناعم قوي ولا هنسيبها خشنه زي ما هي، هنكسرها نص تكسيره علشان بس تساعدني بعد كده في التغليف وتديني الشكل اللي احنا عايزينه. اول ما تبقى بالشكل ده هنركنها كده على جنب. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعه البانيه بتاعنا هنعمله ازاي. اول حاجه هحتاج نص كيلو من البانيه مغسول ومتنشف كويس جدا ومتصفي من اي كميه ميه زياده. عليه كمان هحتاج نص كوبايه من الفيجيتار، موجود برضو عند العطار، تقدروا تستخدموا الحار او البارد على حسب انتوا بتفضلوا ايه. كمان هحتاج هنا ربع كوباية من المية ونص معلقة كمان صغيرة من الملح. مش هزود عن كده ملح لأن خلطة الفيجيتار بيكون فيها نسبة من الملح. وعندي هو مقدار المية. وآخر حاجة كمان عندي هنا نص معلقة صغيرة من مرقة الفراخ الباودر، أو تقدروا تستخدموا كمان مكعب مرق. هي دي كل المقادير بتاعتنا. في الكبة هننزل بكل المكونات مع بعض، مش هنضرب حاجة قبل حاجة، كل المقادير هنضربها مع بعض. ودي من من سهولة الوصفة كمان، مش هتاخد معاكم وقت خالص في التحضير، بس هتنجز معاكم جدا. نزلت بكل حاجة في الكبة وهضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما يختلطوا ويبقى عجينة عندي بالشكل ده. هفضيها في طبق وهدخلها التلاجة ربع ساعة تتماسك شوية قبل ما نبدأ بعد كده مرحلة التغليف والكفر. هنا عندي خلطة البانيه بتاعتنا، عندي طبق فيه شوية من المية وكمان خلطة التغليف الكريسبي اللي احنا ضربناها مع بعض. بناخد كده مقدار من العجينة وببل ايدي الاول، اهم حاجة عشان تساعدني في التشكيل بالشكل اللي انا عايزاه. برجعها كمان مرة في المية وبعد كده في خلطة التغليف. الوصفة دي زي ما انتوا شايفين لا فيها بيض ولا لبن ولا اي حاجة من الكلام ده، احنا بنستخدم بس المية في عشان نخليها خليط التغليف يلزق عليها. وشكلوها بقى زي ما انتوا حابين، مش شرط نفس الشكل، تقدروا تعملوها مدورة او مربعة على حسب الرغبة. بنكرر نفس الخطوة طبعا لحد ما تخلصوا كل الكمية بتاعتكم، وبعد كده بنفرزها في الفريزر تخرج على وقت الاستخدام. الكمية اللي احنا عملناها تعمل معاكم تقريبا اكتر من كيلو من البانيه بتاع الشركات الجاهز، يعني تقريبا اقل كمان من نص التكلفة. غلفوهم بقى في اطباق او علب على حسب ما انتوا عايزين، وده شكلهم اهو. بنفرزهم في الفريزر، بتخرجوهم بس على التحمير في وقت الزنقة. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، جربوها يعجبكم جدا. كفاية ان احنا ضامنين جودة المكونات وجودة كمان المقادير. اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية، وكالعادة كنت انا معاكم فاتن عوض، والسلام عليكم.